السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما في احسن حال. تعارف العقول يؤلف القلوب. ومن هنا احب يكون في بداية الفيديو في تعارف بينا. احب اعرفكم بنفسي، حنان حامد، استشاري ارشاد نفسي واسري، ومتخصص في الارشاد التربوي، دبلومة المعالج النفسي، دبلومة الإرشاد الأسري، دبلومة تعديل سلوك، ولغة الجسد البادي لانجوج، وكمان تنمية المهارات، ماجستير الإرشاد الأسري والنفسي من الجامعة البريطانية، وعضو بالجامعة البريطانية والمؤسسة البريطانية، مدرب معتمد وحاصلة على شهادة TOT المعتمدة من جامعة عين شمس. دلوقتي حابة يعني نتكلم على الموضوعات اللي احنا هتكون يعني شغلنا الشاغل، ويعني من أهم المحاور اللي احنا نتكلم فيها، وهي كل المواضيع اللي تخص أي ست أو أي أم أو أي زوجة في الفترة اللي جاية. هيكون هي يعني محط اهتمامنا. كل المواضيع اللي تخص الأسرة وتساعد على يعني تعديل وإصلاح أي أسرة. طبعا الكلام أكيد المواضيع أغلبها هتبقى موجهة للست أو للمرأة، لأن طبعا إحنا ما فيش خلاف على إنها هي عمود البيت أو يعني عماد الأسرة. فأغلب الكلام هيكون أو يعني معظمه موجه لأي أم أو أي زوجة. يعني نحاول على قد ما نقدر نساعد في إصلاح الأمور الأسرية وتعديلها مع بعض من خلال الفيديوهات والمحاضرات إن شاء الله اللي احنا هنتناقش فيها، والكورسات اللي هنقدمها إن شاء الله من خلال أكاديمية جنة أكاديمي. برضو هنجاوب على أسئلة كتير جاتلي من خلال برضو المحاضرات على الجروبات الخاصة بينا. يعني في استشارات كتير جات لي الفترة الأخيرة، كلها عن مرحلة أو سن المراهقة. ده إن شاء الله هنعمل له أكتر من فيديو الفترة اللي جاية، هنجاوب من خلاله على الأسئلة الكتير اللي جات لي تخص الفترة دي أو المرحلة السنية دي. قد إيه المرحلة دي مهمة جدا، ومحتاجين فعلا نتكلم عليها ونديها وقتها وقدرها، لأن دي هي يعني يعتبر أساس الشخصية أو البنية الأساسية لشخصية أولادنا. ربنا يحفظ لنا يا رب ولكم أولادكم، ويعيننا على إننا نحاول على قد ما نقدر نعدل من سلوكهم ونساعدهم في تنمية مهاراتهم، وإنهم يبقوا يكبروا بشكل أفضل يعني خلقيا، ويعني بشكل نفسيا سوي وسلوك سوي. ودي بتيجي من عن طريق برضو وعي الأم وإدراكها بأن هي محتاجة تدرس يعني إزاي تتعامل مع أولادها في المراحل المختلفة، سواء سن الطفولة أو ما بعد الطفولة أو البدايات حتى اللي قبل كده، ولغاية لما يوصل أو توصل البنت لغاية السن اللي هي تطمني أو تبقي مطمئنة على أولادك فيه إن هم اتأسسوا بشكل كويس، بشكل تربوي وأخلاقي ونفسي بشكل جيد. وده بيجي عن طريق الدراسة والوعي والكورسات والمحاضرات اللي تخص المواضيع دي. ربنا يسهل ان شاء الله. والفترة اللي جاية برضو هتبقى في مواضيع كتير هنتكلم فيها، وهنحاول نلم على قد ما نقدر الإجابات على كل الموضوعات اللي يعني واخدة اهتمام الأسر الفترة دي. بالنسبة للكورسات المتاحة حاليا، الكورس كيفية التعامل مع أبنائي في سن المراهقة، وده هنوضح فيه كيفية
او طريقة التفكير بتاعة الاولاد في السن ده، وازاي نتعامل، طرق نتعامل بيها معاهم، ازاي اقدر افهم واتحاور مع الاولاد في السن ده، وحاجات تانية كتير داخل الكورس. للي حابب يشارك في الكورس الخاص ب سن المراهقة. الكورس التاني اللي هو كيف أفهم زوجي، وده هنتكلم برضو فيه في تفاصيل كتير، وهناخد جزئية من أنماط الشخصية وطرق التفكير عن كل نمط، وأمور تفاصيل تانية كتير برضو. بس دلوقتي أختم الفيديو، وهنتقابل إن شاء الله في فيديوهات كتير جاية، هنتكلم عن مواضيع كتير تهمكم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.